جيت ريدي ويز مي، جهزوا معايا، هعمل شويه ميك اب كده بسيط عشان انا رايحه حفله. بالمناسبه دي انا عامله لينسز. لما بس شعري ومش ناويه افور قوي، يعني هنكون ان شاء الله سمبلستيك. هحط كده البرايمر المفضل اللي خلص، طبعا هي طبعا علبه صغيره قوي، بس انا عندي صغير كتير قوي. انا دايما بشتريها ميني، دي بتاعت ماك، احلى حاجه قبل الميك اب لان هي بتعمل لمعه تحفه. تعالوا بقى اقول لكم انا رايحه حفله فين. اول مره في حياتي اصلا الاول اروح حفله هنا في المانيا. انا رحت حفلات قبل كده كتير بس طبعا في مصر وزمان. دي مش حفله غنائيه يعني ما فيهاش اي غنى. فقبل ما اقول لكم هي حفله ايه خمنوا كده شويه وقولوا لي لو هي مش غنى هتكون ايه عقبال ما اجيب الفرش. فزي ما قلت لكم هي مش حفله غنى خالص، هي حفله مسرح يعني، والمسرح ده هيكون عليه حد عربي بتفرج عليه في التلفزيون، وكان نفسي قوي قوي ان انا احضر له حفله. وهو يا جماعه باسم يوسف، طبعا اكيد عارفينه، واللي مش عارفه هو حد كوميدي فبيعمل ستاند اب كوميدي، والمره دي جاي اوروبا بالعربي، فكان نفسي قوي اروح والحمد لله اخيرا هروح. فالموضوع يعني كاجوال، فهو مش حفله بالمعنى اللي احنا نلبس فيه حاجه يعني معينه، فاهمني؟ بس مع ذلك يعني لازم نأوفر شويه لان دي حاجه مش بتحصل كل يوم. بس شويه فاونديشن خفيف كده. يعني انا عمري ما بخرج هنا بالليل ابدا، ولو خرجنا بالليل بنروح اماكن فلازم يكون فيها اطفال فما بتبقاش فاهمين يعني، غالبا بيكون مطعم يعني. فدي اول مره اروح حفله وهخرج بالليل هنا، فمتحمسه شويه زياده فحطيت لينسز. بس يعني اللي مريحني ان اللينسز دي فعلا مريحه جدا جدا وانا مش حاسه بيها خالص بصراحه. هنعمل بقى شويه برونزر كده او كونتور برضو على غير العاده، يعني هنزود شويه في الميك اب، بس في نفس الوقت انا مش عايزه اعمل حاجه في عيني، يعني كفايه اللينسز واللاشز، فهحط بس كده حاجه خفيفه قوي قوي على عيني علشان الموضوع يكون مش اوفر، فاهمني؟ برونزر ده هو برونزر كونتور كده بصراحة، يعني سهل قوي في دمجه. بصوا يعني هو بيتحط وبيندمج في نفس اللحظة، خطير. انا شعري هينزل على وشي كده فمش محتاجة اعمل من فوق، بس ممكن اعمل الدقن هنا، والحتة دي كمان بتبقى حلوة قوي. بصوا ازاي البشرة شكلها ولا غلطة بصراحة. شوية بقى بلاشر بينك كده عشان ننطق الدنيا شوية ميبقاش كله غوامق، وهحطه هنا كده فوق عشان يشد الوش. مش محتاج يتثبت الميك اب، انا عايزه نفسي امشي بيه كده، بس هو لازم نحط شويه باودر. فهستخدم بقى اخف باودر في الكوكب، هي الباودر دي من شارلوت تيلبري، بحبها قوي قوي قوي، وهثبت فيها شويه اماكن في وشي عشان تفضل اللمعه والجلو موجود. فهناخد الباف سبونج، وطبعا تحت العين اهم حاجه، اتاكد بس كده مفيش اي خطوط. بصوا تحسوا ان الوش اتمسح كده كانها فلتر. وكالعاده طبعا انا متاخره يعني خلاص، كنت بحسب نفسي بدري بس طلع الوقت خلاص اتاخر، وانا ما بحبش اروح متاخره على الحاجات دي علشان صراحه يعني الموضوع بيبقى موتر، واحد بيبقى ايه حاجز وعايز يخش يقعد في مكانه وكده، فالحاجات دي بيبقى محتاجه الواحد يروح بدري شويه. فربنا يستر بقى وما نتاخرش على الميعاد. الحواجب امبارح برضو كنت مظبطاها علشان تترسم بسهوله، والاول مره في حياتي اقص حواجبي، فحاسه شكلها متغير قوي قوي عشان انا قصرتها. شكلها خف، بس حاساها بتكون كده يعني كيوت اكتر، فاهميني؟ بتصغر الشكل اكتر ما بتبقى تقيله. لو عندي وقت كنت رسمتها احسن من كده، بس ما فيش اي وقت خلاص. اخر خطوه بقى على العين، هحط بس شويه برونزر كده. يعني انا مش عارفه صراحه اصلا هلبس ايه، بس هلبس اي حاجه عاديه يعني، فمش عايزه ارسم في عيني حاجه، هحط بس لون بني كده وخلاص. ممكن كمان احط شويه تحت ولا اسيبه كده، احط تحت شويه لانه اللون تحت العين بيوسع اكتر. ده يا جماعه احلى خطوه ممكن تعملوها في حياتكم، ان انتوا تحطوا هايلايتر يكون لونه بينك فوق البلاشر كده از توبر. بصوا اللمعه، واو. دلوقتي وقت الليب كومبو، وانا هعمل اي حاجه قدامي بصراحه لان انا ما عنديش حاجه في بالي قوي. وهحط روج في الاخر. ودلوقتي انا هقوم البس عشان انا اتاخرت، ولو عايزين تشوفوا انا لبست ايه روحوا على الانستجرام، هحط صور هناك. باي.